إيه أركان جريمة غسل الأموال؟ جريمة غسل الأموال مثلها مثل أي جريمة لها أركان، اللي هو الركن المادي والركن المعنوي. إمم. أما في شأن الركن المادي فهو السلوك الإجرامي نفسه أو النشاط الإجرامي نفسه، والمشرع حينما أو كما وضحنا توسع في هذا المدلول، فعل كل فعل يشكل جناية أو جنحة لربما يكون عرضة لأن يتحصل منه أموالا، وأن إمم. يكون وأن تكون هناك جريمة غسل أموال لاحقة على هذه الجنحة أو هذه الجناية. إمم. فتوسع المشرع في شأن السلوك الإجرامي، وتوسع المشرع حتى في شأن النشاط الإجرامي، فهو مش بس وضع الشخص الذي يتعامل بهذا المال المشبوه المتحصل عن جريمة أو جنحة معينة، مش بس كده، ده وضع الشخص الذي يتصل علمه بهذا المال دون أن يتعامل فيه، فوضعه عرضة للمسؤولية الجنائية في شأن غسيل الأموال. إمم. زي إيه؟ زي إن أنا أتحفظ على مال تأتى إلي بطريق غير مشروع أو بجريمة معينة، فإذا إمم. ضبط هذا المال في حوزتي أو إمم. ثبت أنني كنت متحفظا عليه، فإنني أعرض نفسي للمسؤولية الجنائية في شأن غسيل الأموال، على إمم. الرغم إن أنا ما عملتش بيه حاجة. لم أسلك أو لم أتخذ أي صورة من صور النشاط الإجرامي، ولم أتخذ أي نشاط أيا ما كان الأمر في شأن التداول وفق إمم. ما إخفاء ماهية المال والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وما إلى ذلك من الصور التي سنقول عنها مع سيادتك في الحلقة. لكن احنا بنتكلم عن صور السلوك الإجرامي، وهذه الصور كثير، وغرض المشرع من هذا التوسع إمم. هو مجابهة ومواجهة هذه الجريمة المنظمة المتغيرة وفق ما تغير الظروف ومعطيات هذه الجريمة.